سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. تنظيم سباق عدو جماعي وألعاب قوى بعيد الاستقلال في دكة محله. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. غارات أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رؤساء الدول والحكومات ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وبعث رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما ورئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون الحاكم العام لأستراليا سام موسن ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة، متمنين موفور الصحة للرئيس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد القادة في برقياتهم نيابة عن أنفسهم وبلدانهم وحكوماتهم على رغبتهم في تطوير العلاقات مع إريتريا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأرسلت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية عثمان صالح. افتتح بالعاصمة أسمرة معرض فوتوغرافي خاص بيوثق تاريخ الرياضة الإريترية، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال، بتنظيم من فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع. شهد حفل الافتتاح الذي أقيم بجوار مبنى إدارة إقليم الأوسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الجبهة، إلى جانب شخصيات رياضية وضيوف تمت دعوتهم للمشاركة في المناسبة. كما قام رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والدي يوهانس بافتتاح المعرض رسميا. ويضم المعرض الذي ينظم للمرة الثالثة ويستمر حتى 26 من مايو الجاري أكثر من 300 صورة توثق مسيرة تقارب 100 عام من تاريخ الرياضة في إريتريا، وتستعرض مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية التي شهدتها البلاد عبر مراحل تاريخية متعددة. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التي يبذلها فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع لإبراز الجوانب الوطنية والتاريخية المرتبطة بالحركة الرياضية، حيث سبق له خلال العام الماضي تنظيم معرض مماثل خصص لصور الرياضيين الشهداء تخليدا لمسيرتهم الوطنية والرياضية. أقيم سباق عدو جماعي ومنافسات لألعاب القوى في مدينة دكة محرة يوم 17 من مايو. شارك في السباق الذي نظمه مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية دكة محرة بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال عدد كبير من المواطنين و150 عداء. وجرى السباق لمسافة 3000 متر و10,000 متر للسيدات و5,000 و10,000 متر للرجال. وفازت الأولمبية نازريت ولدو من نادي القاشبركة بسباق 10,000 متر، بينما جاءت ناصرة أمانييل من نادي الجنوبي في المركز الثاني، وسمرة مرهوي متسابقة مستقلة في المركز الثالث. وفي سباق الرجال فاز بسباق 10,000 متر العداء يوبيل زرئيت عداء مستقل، وتخلى هيمانوت برهاني من نادي الجنوبي ثانيا، ومغوس شوماي من نادي الجنوبي في المركز الثالث. وأوضح مدير مديرية دكة محرة السيد يماني أبرة بأن البرنامج فريد من نوعه، وشكر كافة المساهمين لإنجاحه. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهام يوهانس إن سباق العدو الجماعي جزء من فعاليات احتفالات الاستقلال الجارية في المديرية، وشكر اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الجنوبي والأندية على مستوى الوطن لإنجاح هذا البرنامج.
أعلن رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم عنسبة السيد سراج حجي القيام بالاستعدادات على مستوى الإقليم للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح بأن البرامج التي بدأت بالفعل والتي سيتم تقديمها في الأيام المقبلة تشمل مسابقات رياضية تقليدية وحديثة وأسبوع الاستقلال للطلاب والكرنفال والحفلات الشعبية وعروض الشوارع وسيمينارات وإعداد برامج مماثلة على مستوى المديريات. وذكر بأن المؤسسات الدينية والحكومية تزين احتفالا بهذا اليوم الذي يعد أكبر أعيادنا، وأشاد بالأنشطة الشعبية المقامة. وعلم بأن الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في إقليم عنسبة سينظم يوم 23 من مايو في مدينة كرن. أوضح مسؤول الصرف الصحي في قسم المياه في الإقليم الأوسط المهندس يوهنس ملوء تحقيق إنجاز كبير لمد خطوط الصرف الصحي الجديدة وإصلاح القديمة. وذكر بناء مجاري كبيرة لتوسيع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار المتواجد أغلبها في الجزء الشمالي في أسمرة والمشيدة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحي بلغ 75% وأن المهمة لا تزال متواصلة. وأوضح إنشاء حوالي 10 كيلومترات من قنوات صرف مياه الأمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة بتكلفة تزيد عن 75 مليون نقفة. كما تم إنشاء 7.5 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المدينة بتكلفة تزيد عن 7.5 مليون نقفة، وصيانة 176 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 80 مليون نقفة. وقال إن العمل مستمر منذ عام 2017 مع توفير المواد والآلات والقوى العاملة اللازمة من قبل مشروع الدهلو، موضحا القيام بأعمال صيانة أساسية بأكثر من 10 ملايين نقفة في خطوط شارعي أفعبت وميبلة التي كانت تقمرها مياه الأمطار لانسداد المجاري. وأفاد بأن مشروع الدهلو قام بإصلاح حوالي 48 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بتكلفة تزيد عن 50 مليون نقفة في السنوات الثمان الماضية، مشيرا إلى أن الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مصوع ساهمت بشكل كبير في نجاح العمل. وقال إن أنشطة تحديث وصيانة خطوط الصرف الصحي تنفذ في 14 موقعا في أسمرة هذا العام، ويتم مد خطوط الصرف الصحي في 4 أسمرة وقحوتة وضواحي مستشفى حليبة بتكلفة 25 مليون نقفة. وحول الخطط المستقبلية قال المهندس يوهنس إنها تشمل تغطية مجاري الصرف الصحي المفتوحة وتوسيع خدمات الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى العناية بالبنية التحتية. أعلنت وزارة الزراعة عن بذل جهود لضمان استفادة المزارعين في جميع أنحاء البلاد من السماد السائل الطبيعي المنتج محليا من مخلفات الأسماك والأعشاب البحرية. وأفاد مكتب العلاقات العامة في الوزارة إلى أن السماد السائل الطبيعي الذي تعده وزارة الزراعة والثروة البحرية قد وزع على جميع المديريات ويحقق نتائج مرضية. وأوضحت خبيرة تنمية النباتات السيدة أباديت عندماريان بأن المزارعين في الإقليم الأوسط يستخدمونه ويلعب دورا إيجابيا في زيادة الإنتاج. وذكر المزارع دانييل جرماي أن الأسمدة السائلة الطبيعية مفيدة للغاية في أنشطتهم الزراعية وخاصة في زيادة الإنتاج وإبعاد الآفات. ونوهت وزارة الزراعة أن بإمكان المزارعين في جميع أنحاء البلاد الحصول على السماد السائل الطبيعي من أقرب مكتب أو مركز زراعي. ويفيد تقرير وزارة الثروة البحرية بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع عبدور لإنتاج السماد الطبيعي السائل الكائن في مدينة مصوع يبلغ حوالي 70 ألف لتر شهريا. وقع حريق في إدارة ضاحية أفامبو بمديرية وسط دنكاليا يوم 13 من مايو الجاري، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار واسعة في الممتلكات. وأوضحت الشرطة أن الحريق اندلع من إحدى المنشآت قبل أن يمتد إلى نحو 20 منشأة ومسكن مجاور، متسببا في أضرار كبيرة. وأشار المحقق في مركز الشرطة الثالث السيد ليبانوس برهاني إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، مبينا أن طبيعة المباني المشيدة من الأخشاب والمتقاربة فيما بينها ساهمت في سرعة انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار. من جانبه أوضح قائد مركز الشرطة الثالث المقدم تخلى مريم تكي أن الوضع كان بالغ الصعوبة،
مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون وأفراد قوات الدفاع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق إضافية. فازت إريتريا بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 24 2026 المنظمة في مدينة أكرا بغانا يوم أمس الأحد عبر الأداء داويد ساري في سباق 5000 متر. وتغلب العداء داويد على الرياضيين الإثيوبي والكيني اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث بزمن قدره 10 دقيقة و16 ثانية و92 جزءا من الثانية. وهذه هي الميدانية الذهبية الثانية لإريتريا في غضون 12 عاما. كان العداء الأولمبي نغوسي أملسوم قد فاز بأول ميدالية ذهبية لإريتريا في سباق 10,000 متر في المغرب عام 2014. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية روسية أنها تجري تدريبات على استخدامها ميدانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه من المقرر خلال التدريبات وبالتعاون مع الجانب الروسي التدرب على نقل الذخائر النووية وإعدادها للاستخدام. وذكرت الوزارة أن التدريبات ستختبر جاهزية الجيش لنشر الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتشارك روسيا البيضاء حدودا مع روسيا وأوكرانيا وثلاث دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو. ووافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في 2023 استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التي جرى نشرها في روسيا البيضاء. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا حيث يتصاعد التمرد من الحركة المتطرفة. وقالت أفريكوم في بيان أنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الشرطة في بيان إن 17 شرطيا قتلوا خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني بولاية يوبي. وأنشأت الحكومة النيجيرية مؤسسات عسكرية متخصصة مثل مدرسة التدريب التي تعرضت للهجوم في محاولة للتصدي للتهديد الإرهابي. حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادات الجيش على تعزيز الجاهزية العسكرية في الوحدات المنتشرة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى القلعة الحصينة بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق والألوية العسكرية حيث ناقش معهم خططا جديدة لتقوية وحدات الخطوط الأمامية وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الردع ومنع اندلاع أي مواجهة واسعة. ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية شدد كيم على ضرورة إحداث تحول كبير في منظومة الردع العسكري، مؤكدا أن الجيش سيعيد صياغة أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المرتقبة. ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة غوانغشي جنوب الصين ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة ليوتشو في غوانغشي، مضيفة أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين. وحدد التلفزيون المركزي الصيني CCTV هوية المتوفيين، وقال إن عمليات البحث والإنقاذ عن المفقود لا تزال جارية، مضيفا أن السلطات أجلت أكثر من 7000 شخص من المنطقة. وتعتبر الزلازل في الصين شائعة نسبيا، ففي يناير الماضي
ضرب زلزال مدمر منطقة التيبة النائية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وإلحاق أضرار بآلاف المباني. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بعيد الاستقلال. معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. تنظيم سباق للعدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دكة محاره. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. غارات أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.